بالمناسبة يعني الفيلم بتاع النهاردة أنا اتفرجت عليه سنة 2019 أول ما نزل عادي، ومن وقتها لحد النهاردة أنا بيجيلي الكوابيس بسببه. محدش يقلق، عموما الكوابيس بسبب المشاهدة مش بسبب سماع القصة، وعلشان كده يلا بينا. في البداية بيصحى واحد اسمه جورينج وبيلاقي نفسه موجود في زنزانة ومكتوب على الحيطة رقم 48، وبيشوف جورينج إنه معاه في الزنزانة واحد تاني. بس المهم وقتها إن هو بيلاقي في نص الزنزانة حفرة مربعة كبيرة، وبيبص منها بيلاقي فيه زنازين تاني فوق وتحت، وبيستنتج إن رقم 48 ده رقم الدور اللي هو فيه. وبيتعرف على تيري زميله في الزنزانة، وبيعرف منه ان السجن هنا مختلف شويه، وانهم عباره عن ادوار فوق بعض مش بالجنب، بس هم الحمد لله يعني موجودين في دور عالي. وده لان السجن هنا اكتر حاجه شاغله المساجين هي الاكل، وكل دور فيه 2 مساجين، وبتنزل كل يوم منصه اكل لمده دقيقتين، بس دقيقتين ياكلوا فيها كل اللي هم عايزينه. والادوار اللي تحت اكيد مش بيلاقوا حاجه ياكلوها فبيتصرفوا، وكل شهر بالظبط بيغمى عليهم وهم نايمين، وبيصحوا بيلاقوا نفسهم في دور مختلف بيتم اختراعه عشوائيا. ووقتها جورينج بيسأل تيري عن عدد الأدوار، ووقتها تيري بيقول له محدش يعرف العدد الحقيقي للأدوار، لأن كل واحد في الزنزانة بتاعته مش بيتكلم مع اللي فوقه أو اللي تحت. ولما جورينج بيسأله أنت موجود هنا بقالك قد إيه، تيري بيرد عليه وبيقول له إن هو هنا بقاله كذا شهر. وبيقطع كلامهم وقتها نزول منصة الأكل، فتيري بيهجم على الأكل وبياكل بواقي الناس اللي فوق، وبيفرح جدا لما بيلاقي شوية واين في كوباية. ولما جورينج بيشوف المنظر بيعرف ياكل من بواقي المساجين، وبيلاقي تفاحة سليمة فبياخدها يحطها في جيبه علشان ياكلها بعد كده. ولما منصة الأكل بتنزل بعدها بشوية وهم في الزنزانة بيلاقوا درجة حرارة المكان زادت جدا والجو بقى حر، فبيسألوا جورينج عن السبب. وقتها تيري بيقول له ان التفاحة هي السبب، لانه ممنوع يحتفظ باكل معاه، لازم ياكل في الدقيقتين اللي المنصة بتكون موجودة فيهم. وبيقول له ان إدارة السجن لما بتلاقي حد احتفظ باكل بتزود او بتقلل درجات الحرارة بتاعة الزنزانة علشان يموتوا يا اما من البرد يا اما من الجفاف. والحل علشان درجة الحرارة ترجع تاني طبيعية هو انهم يرموا الاكل. ووقتها جورينج بيرمي التفاحة، ولما بيرمي التفاحة درجة حرارة الزنزانة بترجع تاني طبيعية. وبعد شوية بقى والكلام بيجيب بعضه، تيري بيسأل جورينج عن سبب وجوده في السجن. فوقتها جورينج بيقول له انه دخل السجن هنا بصفقة مش بتهمة، والصفقة انه لو قضى في السجن 6 شهور إدارة السجن هتديله شهادة مهنية هتفرق معاه جدا في شغله، وكمان هو عايز يستغل المدة دي ويبطل سجاير. والسجن ده بيكون المساجين كلهم متاح ليهم حاجة واحدة بس ياخدوها معاهم السجن. فتيري بيسأله عن الحاجة اللي خدها، وجورينج بيقول له رواية حلوة جدا هو بيحبها وعايز يقراها تاني. ولما جه دوره بقى هو يسأل تيري عن سبب وجوده هنا، تيري بيسيبه وبيجهز علشان خاطر ينام. وعلى الليل وجورينج بيحاول ينام، وقتها بيسمع صوت غريب جاي من الحفرة، ولما بيروح يبص على الصوت وشه كان هيطير لما شاف المنصة وهي طالعة بسرعة جنونية، لكن وقتها قدر يلحق نفسه وبعدها راح على سريره علشان خاطر ينام. وتاني يوم لما المنصة بتاعت الأكل بتنزل، جورينج بيقرر برضه إنه مش هياكل، وبيفترس تيري الأكل لوحده. وبعد ما بيخلص جورينج بيسأله تاني عن سبب دخوله هنا، فبيقول له إنه بيحب إعلانات التلفزيون جدا، وكان بيشوف كذا إعلان لحاجات كتيرة وبيروح يشتريها. وبعدها كان بيلاقي نفس المنتج بس من شركة تاني وبيقول إنه أحلى، فابتدى يتعصب على الفلوس اللي بتضيع منه، لحد ما في يوم شاف إعلان للسكينة بتسن نفسها كل ما بتقطع بيها، يعني عمرها ما هتبقى تلمة، فاشتريها. وتاني يوم شاف إعلان للسكينة أحسن من اللي جابها وأقوى منها، فتعصب ورمى التلفزيون من الشباك. ولكن وقتها في حد كان معدي والتلفزيون وقع عليه وموته. ولما اتقبض عليه تخير ما بين عقوبة طويلة في السجن، ولا إنه يقضي وقت طويل في مستشفى الأمراض العقلية، ولا إنه يقضي كام شهر في سجن المنصة. ولما سمع الاختيارات اختار بسهولة جدا سجن المنصة. وقتها جورينج بيسأله أنت أوطى دور نزلته كان كام؟ فوقتها قال له كان الدور رقم 132، ولكن كان في ناس تحت منه كتير جدا. وقال له إنه قعد شهر كامل ما كلش أي حاجة. فوقتها جورينج بيسأله طب أنت عشت إزاي؟ فمش بيرد عليه وبيقول له إن الناس اللي تحت مش بتلاقي أي أكل، وكمان المساجين اللي مع بعض في زنزانة واحدة بيفضلوا مع بعض على طول. ولما بيسمع كده جورينج بيحاول إنه يتفاهم مع الناس ويقول لهم إن الأكل يكفي الكل لو كلنا كلنا بمقدار كويس من غير همجية. ولكن تيري بيقول له إن الكلام ده ملهوش أي لازمة خالص ومحدش هيسمع كلامك. فجورينج بيحبط، وبعدها بيسأل تيري عن الحاجة اللي خدها معاه السجن وهو داخل. فتيري بيطلع من معاه سكينة وبيقول له هي دي السكينة اللي كل ما بقطع بيها تبقى حامي أكتر. وبيعدي اليوم عادي، وتاني يوم بتنزل منصة الأكل وبيكون عليها واحدة ست، فبيحاول جورينج إنه يساعدها ولكن الست بترفض. فتيري بيقول له إن دي تبقى ميهارو، وبيكمل وبيقول له إنها بتنزل كل شهر للأدوار السفلية علشان خاطر تدور على بنتها اللي معاها هنا في السجن، ولكن الإدارة بعدتهم عن بعض. فلما جورينج بيسمع كده بيحاول إنه يساعدها، وبيبعده تيري وبيقول له إنها بتقتل كل اللي يحاول يوقفها، وكمان كل شهر بتقتل زميلها اللي في الزنزانة، لأن الحل الوحيد إن الواحد يغير زميله في الزنزانة هو إن زميله يموت، وهي بتقتلهم على أمل إنها تلاقي في يوم بنتها هي اللي معاها في الزنزانة. وبعد كده المنصة بتنزل بمهارو والاكل، والاثنين اللي في الدور اللي تحت بيسيبوا الاكل وبيحاولوا انهم يغتصبوا مهارو، وجورينج بيتعصب عليهم من فوق وبيطلب منهم انهم يسيبوها. ولكن وقتها مهارو بتخلص عليهم هما الاثنين وبترجع تقعد تاني على المنصة. وبعدها بتعدي الايام وبيتعود جورينج على الاكل وبيحاول انه يتاقلم. ولما بيجي اخر يوم في الشهر تيري بيقول له انهم بالليل وهم نايمين اداره السجن هترش السجن كله بغاز منوم، وهيصحوا يلاقي نفسهم في دور جديد
وفعلا لما بيصحى جورينج بيلاقي نفسه مربوط في السرير وتيري هو اللي ربطه، وبيقول له انهم بقوا في الدور 171 وبيعتذر منه على الرابطه اللي هو فيها، وبيقول له انه في المستوى اللي احنا فيه ده مستحيل يوصل لنا الاطباق فاضيه اساسا، وان الناس اللي فوق احتمال تاكل المنصه نفسها، وبيقول له انه هيضطر ياكل منه بس مش هيموته علشان خاطر هو عايز ياكل منه طول الشهر وهو مش بيحب ياكل لحمه معفنه. فجورينج بيقول له انه ممكن عادي يعيشوا على الاكل القليل اللي هينزل من المنصه ومش مضطر انه يقتله. فتيري بيقول له هنستنى كام يوم ونشوف، لو نزل اكل انا مش هعمل لك حاجه، ولو ما نزلش اكل انا هضطر اكلك. وبيعدي كام يوم والمنصه بتنزل فاضيه، ولما تيري بيجوع بياخد السكينه وبيروح علشان خاطر يقطع من جورينج وياكل، وبيبدا انه يقطع حتى من رجله، ولكن وقتها بيلاقي المنصه نازله وعليها مهارو وبيطلب منها المساعده، فبتهجم على تيري وبتضربه، وبعدها بتاخد السكينه وبتضربه بيها في رقبته وبتفك جورينج، وجورينج بياخد منها السكينه وبيروح يخلص على تيري، ومن المجهود والخوف والدم جورينج بيغمى عليه. وبعدها بيصحى بيلاقي رجله اللي متاخد منها حته مربوطه بقماش، وقدامه بيلاقي مهارو قاعده بتاكل من جثه تيري، ولما بتشوفه صحي بتروح تديله حته علشان خاطر يقوي جسمه ويتعالج، وهو بياكل غصب عنه لان شويه وهيموت من الجوع. وبعدها كنوع من الود بيسال مهارو عن اسم بنتها ايه، فبتسيبه وبتروح تقعد مكان تيري. وتاني يوم بتقعد على المنصه وبتنزل تكمل تدوير على بنتها، وبتعدي الايام على جورينج وبيضطر انه ياكل من تيري، وبسبب الوحده والتعب والجوع بيبدا انه يشوف هلاوس وبيشوف تيري عايش وبيكلمه في الزنزانه. وبتعدي الايام وبيفوق جورينج من النوم وبيلاقي نفسه في الزنزانه رقم 33 ومعاه واحده ست ومعاها الكلب بتاعها، ولما جورينج بيشوفها بيضحك لان هي دي ايموجيري، واختصار للاسم هنقول جيري، ودي تبقى الموظفه اللي قالت له على الدبلومه اللي هياخدها لو قضى 6 شهور هنا في السجن، وتقول له انها دخلت هنا علشان خاطر تشوف الوضع بنفسها، وكمان اختارت الكلب بتاعها علشان خاطر يبقى معاها، واتطوعت تدخل لانها مش مصدقه ان في ناس هنا بتموت في السجن ده. وقتها جورينج بيقول لها ان السجن هنا مش عادل والاكل مش بيوصل للادوار اللي تحت، فجيري بتقول له ان الاكل اللي بيتعمل بيكفي عدد المساجين كلهم في كل الطوابق اللي هم حوالي 200 طابق، وان لو كل واحد بياكل اللي يكفيه الى اخره هيلاقي اكل ياكله. ولما بتنزل المنصه بتاكل تيري الكلب بتاعها وهي مش بتاكل، وده علشان خاطر تاخد حصه اكل واحده بس، يعني يوم ليها ويوم للكلب، وبتعمل طبقين للناس اللي تحت. ولما بتنزل المنصه واللي تحت بياكلوا، جيري بتطلب منهم انهم ياكلوا اللي في الطبق بس، وبعدها يعملوا طبقين للي تحت علشان خاطر الكل ياكل، ولكن مش بيعملوا كده. فبيتدخل جورينج وبيطلب منهم انهم لو ما سمعوش الكلام كل يوم هيبوظ الاكل اللي نزل لهم بطريقه معفنه ومش هيعرفوا ياكلوا طول الشهر، فبيوافقوا بيعملوا طبقين اللي تحتهم. وتعدي الايام وفي يوم لما بتنزل المنصه بيلاقي عليها مهارو وهي مضروبه وتعبانه، فبياخدوها بسرعه وبيحاولوا يطمنوا عليها وبيحطوها على السرير علشان خاطر تستريح. بيصحى جورينج على صوت خناقه وبيشوف ان جيري بتتخانق مع مهارو بسبب انها قتلت لها الكلب بتاعها، فبيبعدوا عن بعض وبيحاولوا انه يهدوا الوضع. وتاني يوم لما بتيجي المنصه بتنزل مهارو عليها، ويبدا جورينج يحكي لجيري على قصه مهارو اللي يعرفها، ولكن وقتها جيري بتقول له ان الكلام ده كله كذب، وان ما ينفعش حد تحت 10 سنين يدخل السجن ده. ولما مهارو دخلت السجن هنا من فتره كانت لوحدها ومعهاش حد، وبتكمل وهي محبطه بسبب الكلب بتاعها، وبتقول له انها ما قررتش تتطوع هنا من فراغ، وانما هي ما كانتش عارفه اللي بيدور هنا، وهي ندمانه بسبب انها ساعدت ناس كتير تدخل السجن ده. وبتكمل وبتقول له انها اتشخصت بالسرطان من 3 سنين وكانت ماشيه على علاج، ولكن من كام شهر بس السرطان انتشر في جسمها كله، وحاليا الوقت المتاح ليها بقى معدود جدا، وهي داخله هنا علشان خاطر تشوف اللي بيحصل للناس وتحاول انها تكفر عن اللي عملته. وبتعدي الايام عليهم في الزنزانه، وبيصحى جورينج في يوم بيلاقي نفسه في الدور رقم 202، ومعنى كده مفيش اكل هيوصل لهم. ولما بيبص على جيري بيلاقيها انتحرت لانها مستحيل تاذي حد وكمان مستحيل تاكل بني ادمين. وجورينج مصدوم وبيحاول ينزل الجثه، بيشوف هلاوس لتيري وجيري وهم بيطلبوا منه ان ياكل من جثتها، ولكن وقتها بيرفض وبيغطي الجثه. ولما بتعدي عليه الايام ومش بينزل له اكل بيقرر انه ياكل ورق الروايه اللي معاه، ولكن بعدها الموضوع ده مش بيجيب نتيجه، بيقرر انه يروح ياكل من جيري، ويفضل مكمل كده لحد ما الشهر بيخلص وبيلاقي نفسه في الدور رقم 6 ومعاه واحد في الزنزانه اسمه بيهارت، وده دخل السجن واختار ياخد معاه حبل، وبيكون مبسوط جدا انه في الدور رقم 6 علشان خاطر يقدر يهرب بالحبل اللي معاه، وينادم على الناس اللي فوق وبيديلهم الحبل بتاعه علشان خاطر يمسكوه علشان خاطر يقدر يهرب من السجن. ولما بيربطوا الحبل وهو بيطلع شويه بيضحكوا عليه وبيسيبوا الحبل تاني، ووقتها بيهارت كان هيقع في الحفره ولكن جورينج قدر يلحقه، وبيكون بيهارت مصدوم من اللي حصل لانه كان فاكر ان الناس هتساعده. وبتنزل منصه الاكل وجورينج بياكل، انما بيهارت بيرفض. ولما المنصه بتمشي بيروح جورينج يتكلم معاه وبيقول له انه ممكن يحققوا العداله في المكان هنا ويقدروا انهم يخلوا كل الناس تاكل، وده عن طريق انهم يمسكوا سلاح او حديده او اي حاجه وهينزلوا على المنصه وهيجبروا الناس انها تاكل كميات قليله علشان خاطر الكل ياكل. وبيكمل وبيقول له ان هو حسب الوقت اللي المنصه بتنزل فيه لاخر مستوى وقدر انه يعرف ان الادوار حوالي 250 دور بس، وبيكمل وبيقول له انهم لازم يبداوا الموضوع ده من بكره، وبيوافق بهارت على الفكره وبيتحمس لها.
وتاني يوم بياخدوا حديده من السرير وبينزلوا على المنصه، ولما بينزلوا على الدور اللي تحت كان بهارت هيدي الناس اكل قليل، ولكن تيورينج قال له محدش لحد الدور ال50 هياكل لان كلهم كلوا امبارح، وهنمشيها يوم ويوم لحد ما نشوف الاكل هيكفي لحد فين. ولما الناس بتعترض وبيشتموا بهارت بيضربهم بالحديده اللي معاه وبينزلوا بمنصه الاكل لتحت، ولما بينزلوا كل الادوار اللي تحت بيضربوا الناس علشان خاطر محدش يقرب من الاكل، لحد ما بينزلوا دور وبيكون في واحد كبير يعرف بهارت، ووقتها بهارت بيقول لجورينج ان الراجل ده حكيم وخبره يعني وبيفهم. ولما الراجل الكبير بيعرف اللي هم عايزين يعملوه بيقول لهم ان دي فكره حلوه، ولكن هتبقى احلى لو بعتنا رساله لاداره السجن ونقول لهم ان احنا قادرين نحقق العداله لانهم عايزين يخلصوا علينا ولكن من غير ما يوسخوا ايديهم. وبيقول لهم الرساله تكون طبق واحد يكون شكله حلو من غير ما حد يمد ايده عليه، ولو وصل للاداره هيكون الرساله ان المساجين قادرين يحققوا العداله وانهم مش وحوش عايشين ياكلوا في بعض. وبيختاروا طبق من المنصه وبيخلوه بعيد شويه وبيكملوا رحلتهم لتحت. ولما بيعدوا الدور رقم 50 بيبداوا يدوا الناس اكل في طبق ويمنعوا اي حد من انه يهجم عليهم. ولما بينزلوا لتحت شويه بيلاقوا ان في زنازين الناس اللي فيها ميته، والمنصه مش بتقف في الادوار دي لحد ما بيوصلوا للدور رقم 250 وبيلاقوا ان المنصه مكمله لتحت وانه مش اخر دور ولا حاجه، وبيفضلوا نازلين لحد ما بيسمعوا صوت مهارو وهي بتصرخ، ويلاقوا ان في واحد ضخم بيحاول انه يعتدي عليها، فبيتدخل جورينج وبيضرب الراجل ده، ولكن بيلاقي ان زميله في الزنزانه بيهجم عليه بسيف، بس قبل ما يقرب له بيتدخل بهارت وبيضربه، وبعدها بيقدر بالعافيه بهارت انه يقتله، وبيجري على جورينج اللي بيلاقي الراجل الضخم بيخنقه وبيموته، فبيروح يضربه بالسيف وبيطير له راسه. وبعدها الاثنين بيطمنوا على ميهارو ولكن بيلاقوها ميته، فبيطلعوا الاثنين يجروا على المنصه علشان خاطر ما تنزلش وتسيبهم، وبياخدوا السيف وبينزلوا على باقي الادوار يوزعوا الاكل بعدل وهم سايحين دم ومش قادرين يوقفوا، ولكن لسه مكملين ومحتفظين بطبق الحلويات اللي هيبعتوه للاداره. ولما المنصه بتوصل للدور رقم 333 بتقف، وده مش لانه اخر دور انما في حد عايش هنا وبتكون طفله مستخبيه، فبيعرف جورينج ان دي تبقى بنت ميهارو، فبياخدوا طبق الحلويات وبيروحوا ليها، ولكن وقتها المنصه بتنزل على تحت، ولما بيبصوا على المنصه مش بيعرفوا يشوفوا حاجه لان الدنيا بتكون ضلمه جدا، ولكن بيعدي عليهم الوقت وهم ماسكين الطبق، ولما بيعدي عليهم الوقت مش بيلاقوا ان درجه حراره المكان اتغيرت وبيكون الوضع طبيعي، وبيستغربوا من حاجه زي كده وبيدوا الطبق للطفله عشان خاطر تاكل. وبالليل وهم قاعدين في الزنزانه جورينج بيشوف تييري ومهارو وبيفضلوا يتكلموا معاه، وبعدها بينضم لهم بهارت وبيقول له ان البنت هي الرساله مش طبق الحلويات. ولما بيفوق جورينج من النوم بيلاقي ان بهارت مات بسبب النزيف اللي عنده، وبعدها بيستنى المنصه تنزل وبيفضلوا معاها لتحت، ويشوفوا ان تحت مفيش حاجه خالص والمكان كله ضلمه، فبيقرر جورينج انه يفضل على المنصه لحد ما تطلع علشان خاطر يبعت البنت كرساله للاداره. فوقتها بيلاقي تييري جاي له وبيقول له ان البنت لوحدها قادره توصل الرساله، وبياخده وبيمشي، ويعرف من تييري ان البنت اسمها مالي، وبيشوف البنت وهي على المنصه وكلها دقايق وبتطلع على فوق. وبس على كده الفيلم بيخلص. وبالمناسبه يعني اللي مش فاهمين النهايه، هي نهايه رمزيه جدا مالهاش علاقه بالدراما بتاعت الفيلم اصلا كله رمزي وبيشرح حاجات كتيره جدا، مش حابب اطول الفيديو واتكلم عن الرمزيات واشرحها، بس اعتقد انها واضحه وضوح الشمس يعني. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات، ولو ليكم في فيديوهات الجرايم تابعوا قناه سلفاتور، ولو عايز قناه على تليجرام بتنشر افلام بجوده رايقه هتلاقي القناه بتاعتنا في وصف الفيديو وروح اشترك فيها علشان خاطر قريب جدا هننشر عليها الافلام. وبس على كده صحيح، واتفرجوا على الفيديو ده.